مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل طريقة بشاميل بالفراخ والكوسة. طبعا احنا دايما بنعملها باللحمة والكوسة، بس المرة دي هنعملها بالفراخ. هنا جبت الكوسة كمية اللي حضراتكم بتحبوها، قطعتها بالتقطيعة دي، وطبعا كمية فراخ برضك اللي انتوا حابينها. حطيت الطاسة هنا فيها زيت، وحطيت فيها شرايح الكوسة. ياريت نقطعها رفيع شوية، ما تكونش سميكة عشان تستوي بسرعة. هديها زي صدمة كده على الطاسة بالزيت، واقلبها واكمل بقية الكمية. الفراخ كذلك حط عليها بشر بصلة بس وتوابل الفراخ، وهديها نفس الصدمة بس بعد الكوسة، نفس الطاسة اللي انا هعمل فيها الكوسة. طبعا الكوسة عارفين الفوايد بتاعتها جميلة جدا. هنعملها كده بسرعة وهنقلب. هنكون طبعا هنجيب كمية مكرونة برضو، الكمية اللي انتوا حابينها. حطيت مية تغلي على النار، وحطيت فيها ملح، وهضيف المكرونة. انا يعني ضفت بالظبط نص كيلو. طبعا الكمية اللي انتوا حابينها، يعني انتوا عايزين تعملوا صينية كبيرة ممكن تزودوا. هنا بقيت خلصت الكوسة، وحطيت الفراخ دي انا مقطعة حتت صغيرة، وحط عليها بشر بصلة، وحطيت بهارات فراخ. فهقلب كده اهو زي ما انتوا شايفين، لحد ما لونها بس يتغير وتستوي شوية. طبعا بتبقى خفيفة جدا بالفراخ غير اللحمة. المكرونة مش هنسويها قوي، لازم تبقى ماسكة نفسيها. ليه؟ علشان متبقاش معجنة جوه البشاميل. هصفيها وهرجع للفراخ اقلب تقليبة. طبعا انا حاطة فيها بهارات الفراخ وملح وفلفل وبشر بصلاية. هنا بقى هعمل البشاميل. هحط يعني حدود السمنة كده 5 معالق، و5 معالق دقيق. وهقلب طبعا احنا عارفين البشاميل عايزينه خفيف، لما بيكون تقيل ما بيبقاش حلو. هقلب البشاميل كده كويس اهو. وهجيب اللبن، يعني حدود كيلو لبن او نص. لان انا بضيف فيه قشطة وبضيف فيه بيض. طبعا حاجة اللي انتوا تحبوها، يعني مش عايزين تضيفوا بيض عادي، بس انا بحب البشاميل اللي فيه بيض، مش بيض كتير، هي بيضة في البشاميل وبيضة على وش الصينية. حطيت اللبن بعد ما قلبته شوية. طبعا هحط كل البهارات اللي هي انا بحط في البشاميل. رشة صغيرة خالص حبهان. حطيت البيضة طبعا زي ما انتم شايفينها، انا كنت قلبتها بحبة ملح بفلفل، وحطيت فلفل اسمر اهو، ورشة جوز الطيب، ورشة بهارات. فهقلب كده اهو. انا بوريكم الحبهان، رشة الحبهان ما بتبينش اي ريحة بيض جوه البشاميل، وكمان بتديها طعم حلو. اي رشة واحدة، ما تكتروش منه عشان ما يقلبش ريحته وحشة. هنا القشطة زي ما انتم شايفين بيدي يعني طعم زيادة كده للبشاميل، اللي بيبقى اعلى والطعم بيبقى جميل. جربوها. البشاميل لازم يبقى خفيف كده، شايفين. هرجع تاني بقى للصينية اللي انا هحط فيها الكوسة. خلصنا كده البشاميل بس تقليبة هيغلي. اهو البيضة اللي انا حطيتها، وعليها رشة ملح فلفل. هرجع خلاص هو كده يعتبر خلص. اول ما هيبتدي يتقل على النار هطفي عليه. رجعت للصينية هدهنها زيت. ليه دهنة الزيت دي؟ علشان بتخلي البشاميل لما يجي يبرد ونقطعها ما بيلزقش خالص. طبقة بشاميل الاول، او زي ما انتم شايفين كده اوزعها في الصينية، وهجيب البشاميل. هجيب المكرونة، وهضيف برضك حطيت على المكرونة حبة بشاميل كده وقلبتهم، لان انا بحب اقلب خليط البشاميل على المكرونة الاول. وهجيب الكوسة وهوزعها اهو. جبت الكوسة وهوزعها كده على المكرونة والبشاميل، طبقة بشاميل. وهجيب الفراخ هنحطها كمية طبعا اللي انتوا تحبوها، لو عايزين تزودوا من الفراخ ممكن. حطيت طبقة بشاميل، وهرجع اجيب الفراخ اللي انا بعد ما حطيتها الصدمة على النار، يعني يعتبر نص، يعني زي استوت على النار كده. وهوزعها كويس. طبعا عايزين تحطوا كمية كتير ممكن، بس انا بحبها اخليها قطع كده كبيرة شوية، لان بتبقى حلوة وبتبقى باينة. لكن لما بتكون صغيرة قوي لأ، وبتبقى خفيفة غير اللحمة خالص. اللحمة طبعا بتبقى تقيلة قوي. هحط رشة فلفل اخضر كده هم مقطعاه كده حتت صغيرة، ومعاها كده واحد صغير حراق.
طبعا اختياري، ممكن فلفل ألوان كمان اختياري برضك، عايزين تحطوا ماشي، مش عايزين تلغوها خالص ممكن. هضيف بقية المكرونة اللي زادت اللي عليها بشاميل وهوزعها كويس جدا. أهم حاجة أوزعها، لأن لما أضيف البشاميل كله هيختلط على بعضه، كلها تبقى قطعة واحدة وتبقى جميلة زي ما انتوا شايفين. بوزع المكرونة كويس. المهم اللي وصل معايا لحد هنا ياريت يشترك في القناة ولايك وشير. مفيش تفاعل خالص للقناة، ياريت تتفاعلوا معايا وتتابعوني وتقولولي إيه كومنت كده، يعني ايه رأيكم في البشاميل ده، أو حلو أو وحش عادي. هنا بيضاية حطيت عليها ملح بفلفل وهوزعها. مش عايزين تضيفوا البضاية دي براحتكم، في ناس بتضيف جبن، لكن أنا بحب أضيف البضاية دي بتديها طعم حلو. طبعا القشطة يعني حاجات بسيطة من القشطة مش كتير، وهدخلها الفرن على 200 درجة حرارة 200 كده وتستوي، وهنشوفها في الآخر برضك مع بعض. هتعجبكم جدا بعد ما طلعت جميلة جدا وخفيفة وكانت استوت.